يا حسين، ما انت عارف ان انا جيت هنا غصب عني، وماما اللي غصبت عليا زي كل مره. وبعدين يعني المره دي مش هنطول، ما تخافش. نطت لها سهير. ويا ترى بقى عمتي اللي هي امك عارفه ان بنتها المتربيه صاحبه الصون والعفاف بتكلم رجاله ما تعرفهاش في نصاص الليالي ولا ايه؟ ها، عارفه ولا لا؟ انت من امتى وسمعتي ايه؟ وازاي تسمحي لنفسك انك تقفي وتتصنطي عليا بالطريقه الوقحه دي؟ يا بجحتك يا شيخه، يعني غلطانه وبجحه وقليله الادب كمان. طالما بقى ما انت بالشطاره دي يا حبيبتي، خليكي كده لما الكل يعرف. عمتي، يا عمتي. خلاص استني هنا، اسكتي ما تقوليش لحد. انا اسفه، لو امي عرفت اني بعمل كده هتجيب اجلي. شوفي انت عايزه ايه وانا اعملهولك. وانا هكون عايزه منك ايه يعني يا بتاع انتي؟ افتكرت. ابعدي عن طريق انتي واختك وسيبوني في حالي، اما قسما بالله عليا وعلى اعدائي. حاضر، هعمل اللي انت عايزاه، بس بالله عليكي ما تعرفيش حد ولا حتى اختي، وانا اوعدك اني مش هاجي ناحيتك تاني خالص ولا هكلمك. اذا كان كده اوكي، حطي في بطنك بقى يا بيضه بطيخه صيفي، وتاكدي اني مش هقول لحد ابدا ابدا سرك في بير. يلا يا بت، انا مهما كان برضه بنت عمتك، ما ينفعش يعني افضحك، ما يصحش. وبعدها سابتها سهير ودخلت اوضتها عشان تنام، وسابت سما بتكلم نفسها. يا دي المصيبه، يا رب ما تجيبش سيره لحد فعلا. طلع النهار والكل صحي وقعدوا كلهم عشان يفطروا. وهنا صباح قالت: تخيل يا سليمان ان في عرسان جات لي سما وسلوى من هنا من البلد. ايه ده بجد؟ ده شيء هايل والله. امال ما حدش كلمني ليه؟ لو كويسين نشوفهم ونقعد معاهم، يمكن ربنا يصلح الحال ونوفق راسين هنا. ام العريسين قابلتني وانا خارجه اتمشى الصبح، عايزه تاخد بناتي الاتنين لولادها الاتنين، بتقول انها ما شافتش في جمالهم ولا حلاوتهم. امال ايه؟ فرد اكرم: خلاص نشوفهم ونسأل عليهم وعلى اخلاقهم، وبعد كده لو ارتحنا ليهم ناخد رأي البنتين. الا قوليلي صحيح، هم اسمائهم ايه؟ واحد اسمه سامح والتاني عامر، والاتنين ايه ما اقولكش، بسم الله ما شاء الله، طول بعرض عضلات، حاجه كده يا اخويا تفتح النفس، ربنا يتممها على خير. وهنا نطت سهير: سامح وعامر، مش عارفه ليه يا عمتي حاسه ان العريس سما يليق عليه اسم حسين اكتر، مش عارفه ليه. سما وحسين، الله، معزوفه موسيقيه جميله. بصت لها سما برعب وهي بتترجاها بعينيها ان هي ما تتكلمش عشان ما تفضحهاش. حسين؟ اشمعنى اسم حسين يعني؟ اللي جابه في بالك؟ لا ابدا يا عمتي، ولا بتفهمنيش غلط، اصلي صاحبتي برضو اسمها سما ومتجوزه واحد اسمه حسين، فحاسه كده ان في رومانسيه في الاسامي، في احساس لطيف كده، الاسمين لايقين على بعض قوي. صاحبتك؟ ماشي يا حبيبتي، بس ما فيش حد اسمه حسين اتقدم لسما لحد دلوقتي، والحد ده ما يحصل بقى هنسأل على العريسين دول الأول. ماشي. انشغلوا بالأكل تاني وكل واحد بيتكلم مع اللي جنبه، فمال جابر على سهير: الابتسامة دي وراها مصيبة، أنا عارف، احكي لي. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بس فالله ولا فالك يا أخي، ايه ما تقولش كده، أنا مصيبة، أنا يجي من ورايا مصيبة؟ انت تصدق؟ أنا مصدقش، ده أنا ما فيش في أخلاقي ولا طيبتي ولا حنيتي. بنت انتي، أنا الكلام ده ما يدخلش دماغي بتعريفها. هتحكي لي المصيبة اللي عرفتيها ولا أعرفها أنا بمعرفتي؟ وقتها بقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. خلاص يا أخي هحكي لك، ده انت زنان قوي. كمل أكلك بس وبعد كده هحكي لك على كل حاجة من طق سلام عليكم. خلص الأكل كلهم وقعدوا قدام التلفزيون، وقعدوا سهير وجابر في البلكونة زي عوايدهم. ها بقى احكي لي اللي حصل. هقول لك يا سيدي، قرب سيكا. امبارح وانا قاعده في البلكونه بتاعه الاوضه بتاعتي، انت عارف ان انا بحب اشم هوا كده، افتح الشباك ما بيجي لك شويه هوا يرد روح. ما تخلصي. سمعت لك ايه بقى؟ سمعت البت سما بنت عمتك سما. يا ستي عارفها.
بتعمل ايه بقى؟ بتكلم واحد اسمه حسين بطريقه كده فيها سهوكه البنات، اظن انت عارفها كويس، وعماله تقول له ايه، ما تزعلش هاجي بسرعه ويا بيبي. تخيل بتقول له يا بيبي وشويه حاجات كده. بتموعي نفسي قوي. انا هددتها لو ضايقتني باي كلمه هفضحها قدام الكل ومش هسمي على حد. ايه؟ كانت بتكلم راجل غريب؟ وانت ازاي تسكتي على حاجه زي دي؟ المفروض كنت قلتي على الاقل تقولي لامها اللي ماشيه عماله تتمنظر وتتقنعر في كل حته عشان تلم بنتها يا اختي وتخليها تبطل عمايلها اللي زي الهباب دي. انت عارفه لو حد عرف هتبقى فضيحه للعيله كلها مش ليها هي بس. والله انا حذرتها وخلاص بقى. اي حاجه تانية انا ماليش دعوه بيها، لا بيها ولا بامها. اللي ليه عيل يلمه. ابويا كان بيقول لي اللي عنده معزه يلمها. معزه ايه وخرفان ايه؟ ايه المخ الزرايبي ده؟ بقولك ايه، ما تغلطش. خليني معاكي حتى لو عمتك موافقه على كده، على الاقل لازم ما تسكتيش. انت مش عارفه هي ممكن توصل علاقتها بالواد ده لايه. اكيد بيستغلها، مستغل غبائها. وطبعا بما ان جوز عمتك متوفي بقاله اكتر من 10 سنين، فسما بتدور على راجل يكون حنين عليها، صح؟ والله يا جابر انا ما فكرتش بالطريقه دي. انت عارف ان انا مش بحبها ولا بطيقها، وهي كمان كذلك ولا امها. عشان كده انا كان كل همي اني ابعدها عني وبس وبطل رخامه. يبقى لازم تصلحي غلطتك، وعلى الاقل تحاولي تواجهي سبب المعروف الاول. لو ما استجابتش قولي لابوكي هو يتصرف معاه. حاضر والله هعمل كده، هحاول انصحها بطريقه كويسه، بس يا رب تبطل عندي زي ما هي متعوده وتبطل طولة لسانها هي واختها. بجد انا زهقت. معلش استحملي، ده انت ام العقل وكل سوسو، مش هتقدري تستحملي شويه كمان يعني. وبعدين يا ستي ما هما يسافروا بكره. اديني يا اخويا مستحملها. بس قولي يا واد ايه الرزانه دي كلها؟ لا اكني قاعده بتكلم مع عمي سليمان والله. ايه دوت؟ لا حقيقي ابهرتيني. امال مفكراني اهبل زيك؟ وبعدين الحاجات دي ما يتشال المواقف الجديه اللي زي دي بحيث اخليكوا تنبهروا من ذكائي مره واحده. لا بجد من ناحيه ابهرتني فانت ابهرتني. يلا يا اخويا بقى انا هقوم بقى عشان صاحيه بدري، عايزه انام شويه. يلا تصبح على خير يا جوجو. نروح في اوضه صباح وبناتها الاتنين. قعدت صباح قدامهم على الكرسي. هاي يا بنات ايه رايكم في العرسان اللي متقدمين ليكم؟ اظن ما فيش احسن من كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر في عيني والله اكبر في عين اي حد. بسم الله ما شاء الله، شباب طول بعرض، شكلهم حلو ووظايفهم حلوه وثابته كمان. بصراحه ما يتعيبوش. ولا ايه رايكم بقى؟ فرضت سلوى. والله يا ماما انا نفسي ما عنديش مشكله، يعني البلد هنا بلدنا زي اللي هناك بالظبط ويمكن اكتر كمان، فما فيش فرق بالنسبه لي خالص. عيني العقل يا حبيبتي، انا قلت برضو انك مستحيل ترفضي فرصه زي دي. وزي ما قلت الواد متريش وزي الفل. ها وانت ايه رايك يا سامه؟ موافقه زي اختك وهتعقلي ولا هتركبي لي الجنونه زي كل مره بيتقدم لك فيها عريس؟ يا ماما انا مش بفكر في موضوع الجواز دلوقتي، يعني انت عارفه كده كويس. انا لسه صغيره عندي 20 سنه والعمر قدامي طويل. يا بنت انت عايزه تجنني يا بنت وتسمعي صوتنا للناس؟ صغيره مين وكلام هايف ايه ده؟ اللي قدك دلوقتي فاتحين بيوت ومعاهم بدل العيل 2. يا ست انا ماليش دعوه بحد، انا ربنا يعين كل واحد على حاله. ابعدوا عني انا بقى، سيبوني اعمل اللي انا عايزه وخلاص. جات مشش في ركبك على المسا. بقولك ايه، هتقعدي مع العريس ورجلك فوق رقبتك، والا والله يا سما لا هيكون ليا معاكي معامله تانية خالص مش هتحبيها. اتقي شر احسن لك واسمعي الكلام اللي بقولك عليه، يمكن ربنا يجعل في القبول وتبطلي رفض على الفاضي والمليان. بصت سما لامها بغضب بس ما رضيتش عليها. كل تفكيرها في انها تقول لحسين عشان يتقدم لها بسرعه بدل ما ماما تجبرها على الجوازه ديت. بالليل سمعت سما صوت خبط على الباب، سابت مكانها وراحت فتحت الباب، لقيت سور في وشها. تعالي معايا نقعد بره، عايزاكي في موضوع مهم. عايزاني في ايه؟ احنا مش خلاص قفلنا الموضوع وقلنا مش هاجي ناحيتك تاني؟ وانتي كمان مالكيش دعوه بيا خالص. ساره ما ردتش عليها، هي سحبتها وراحوا قعدوا في البلكونه. سيبي ايدي، هو انت جره جاموسه وراكي؟ وبعدين عايزه ايه دلوقتي؟ ما تعصبينيش، انا روحي في مناخيري ومش طايقه نفسي ولا طايقه حد. بعيدا عن ان انا مش بطيئك انت وامك واختك، بس واجب عليا ان انصحك برضو. السكه اللي انت ماشيه فيها دي مش كويسه خالص،
واللي بيكلمك ده يا عبيطة مش هيتجوزك صدقيني، و1,000,000% بيلعب بيكي. الراجل يا بنتي لما يحب يتجوز بيكون عايز يتجوز واحدة تصونه تحافظ عليه، فأكيد يعني مش هيأمن لواحدة كلمها قبل كده وخانت ثقة أهلها فيها، فهيروح عشان يتجوزها ازاي؟ يا بت فكري في كلامي كويس، وانتي مالك، انتي دي حياتي وانا حرة فيها، اكلم مين ما اكلمش مين دي حريتي الشخصية، ما بلاش بقى دور الست الشيخة دي بالله عليكي. والله براحتك، انا بنصحك انتي بقى وضميرك بقى، بس عايزاكي تفكري في ابوك الله يرحمه، وان ازاي كان بيعمل كل عليه عشان يحافظ عليكي انتي واختك. افتكري حنيته عليكي، بلاش تضيعي نفسك. عين سما دمعت لما سمعت سيرة ابوها، بس قالت برضك بعند، خليكي في حالك برضو، مالكيش دعوة بيا، انا حرة، انا ماشية. مشيت سما من قدام سهير. انا متأكدة ايوه ان كلامي هيأثر فيها بنسبة 100%. نسأل الله التسهيل. شاطرة من يومي يا بنتي سوسو. دخلت سما اوضتها ووقفت في البلكونة عشان امها ما تسمعهاش، وطلبت رقم حسين. قالوا الحقني يا حسين، في عريس بيتقدم لي. طب وايه المشكلة؟ مش فاهم يعني. ما ألف مبروك يا ستي، وربنا يتمم لك على خير. ها حاجة تاني؟ انت بتقولي يا حسين؟ وايه الطريقة اللي انت بتكلمني بيها دي؟ تعالى هنا، ايه صوت الدوشة اللي جنبك ده؟ بال عندك، اصل بخطب ومش فاضي. بنت حلوة وجميلة وفوق ده كله معاها فلوس تغرقني وتغرقك انت وعيلتك كمان. يا قليل الادب يا حيوان. بقولك يا بت، حل عن دماغي وغوري بقى، انا مش ناقصك، وما تتصلش بالرقم ده تاني، انت فاهمه؟ قفل في وشها السكه وفضلت قاعده مكانها مصدومه وبتعيط. تاني يوم قابلت سهير جابر اللي اول ما شافها. طمنيني، عملتي ايه؟ كل حاجه مشيت تمام ولا عصلجت معاكي زي كل مره؟ ايه عصلجت معايا دي؟ لا طبعا، هي يعني البنت كانت معصلجه في الاول، بس لما جبت سيره عمو الله يرحمه عينيها دمعت، حسيت كده، حست بالندم، بس ما اضمنش برضه ايه النتيجه دلوقتي. سما طلع العم الله يرحمه، بس منها لله بقى امها بوظت البنتين بسبب اللامبالاه بتاعتها وقسوتها عليهم من صغرهم، ربنا ينتقم منها. هي طبعها ولا هتشتريه؟ يلا يا جابر، ما طول عمرها كده، حتى من قبل عم الله يرحمه يتوفى، بس هو للاسف كان بيحبها، عشان كده كان متمسك بيها رغم كل الاذى اللي سببته للعيله زمان ولسه بتسببه لحد دلوقتي. بس بنقول ايه بقى، يلا الله يرحمه ويسامحه يا رب ان شاء الله. المهم بقى اسيبك من الموضوع ده وقولي لي، عم سليمان ما فتحش معاكي اي موضوع كده ولا كده امبارح بعد العشاء؟ موضوع ايه؟ لا ما فتحش معايا حاجه، قولي بقى انت ايه وخليك جدع، ايه الموضوع؟ اصل يعني كان في واحد متقدم لك من هنا من المنطقه، وعمي كان بيفكر في الموضوع قبل ما يقولك، بس الحمد لله انا خليته يصرف نظر خالص. خليته يصرف نظر ليه؟ هو الحديث ما كانش كويس ولا ايه؟ لا عادي يعني، اصل انا حاسس انك لسه صغيره، لسه بدري على خطوه الجواز دي دلوقتي، وبعدين حسيت انه مش نوعك المفضل فرفضت بدالك. رفضت بدالي؟ طب يا شيخ، طب استنى يا اخويا، اديني فرصه افكر حتى، بدل ما انت عامل زي الحمار المتهور كده. وبعدين مش انت كنت عايزني اتجوز النهارده قبل بكره؟ ايه بقى ايه اللي غير فكرتك دلوقتي وخلاك عايز تحنطني جنبك يا اخويا بالاجبار؟ قول. احنطك جنبي؟ مفيش الكلام ده يا ماما، الموضوع ما فيه اني مش هلاقي حد اضايقه واغيظه بعد انت ما تتجوزي، فخليكي لحد ما اتجوز انا، وبعد كده بقى فكري انت بقى في الجواز براحتك. يا غدار، وانا اللي فكرت ان الواد عنده دم ومرهف الحس ولا مشاعر؟ طلعت حلوف درجه اولى. ايه حلوف دي؟ طب ماشي يا حلوفه، انا ماشي دلوقتي بقى عشان عندي مأمورية مستعجله، احتمال كبير اجي متاخر. سلام. بقولك خلي بالك من نفسك، هاتلي حاجه حلوه وانت جاي. روح كده يا شيخ، ربنا يشفيك من المرض اللي عندك تبلد في المشاعر وتناحة في الأحاسيس وزرنخة في الطباع. نروح في أوضة صباح وبناتها. قامت صباح من النوم ما لقيتش سما موجودة في الأوضة، بس لاحظت إن البلكونة مفتوحة، راحت ناحيتها باستغراب، لقيت بنتها قاعدة على الأرض، وده اللي خلاها تتخض. بنتي يا سما، اللي مقعدك كده ومالك ملفوفة في العباية، اللي حصل يا بنت؟ قلبي يا ماما، قلبي وجعني قوي ومش عارفة أعمل ايه. أنا خلاص أوافق على العريس. اللي حصل يا بنتي؟ ما تخوفينيش، حد عمل فيكي حاجة يا بنت؟ حد زعلك؟ أنا كنت حاسة إن البيت ده سبب الشوب علينا كلنا، أكيد اتعمل لك سحر أسود.
اسود ايه وازرق ايه بس يا ماما، انا بقول لك ايه وانتي بتقولي لي ايه؟ سحر ايه بس اللي بتتكلمي عنه؟ هو احنا ناقصين لبس على الصبح؟ امال ايه يا بت؟ هو انت عايزه تجننيني؟ بقول لك ايه، ايش عرفك انتي؟ تعالي ادخلي معايا جوه واقعدي عشان ارقيكي وانتي ساكته. لا مش هروح. صباح خدت بنتها فعلا ودخلت جوه عشان ترقيها، وعدى شهر ما حصلش فيه حاجه غير ان صباح بتضايقهم كالعاده وهما بيضايقوها كمان. وجه يوم الجمعه اللي بيستناه الكل وبيتجمعوا فيه، وفي وسط القعده قال اكرم: طيب بالمناسبه ان احنا كلنا متجمعين يا جماعه، انا عندي حاجه كده حابب ابلغكم بيها كلكم. بنتي سهير متقدم لها عريس. ايه عريس مين ده يا بابا؟ وليه ما قلتليش من قبل كده يعني؟ انا وامك وعمك ومراته عارفين، بس حبيت اسمع رايك هنا بالتحديد وسط الكل. ايه رايك يا سهير في جابر ابن عمك؟ مين ده؟ ما هو زي الفل اهو، ظابط على ما يفرج اهو، ماشي حاله. رايي في ايه بقى؟ يخرب بيت طولة لسانك اللي هقطعهولك قريب. صبرك عليا كلها ايام وهعرفك. ايه وايه اللي زي الفل يا بنتي؟ وانا بقول لك ايه رايك في جابر ابن عمك؟ يعني جابر بيتقدم لك. ايه متقدم لي؟ ازاي؟ ده اخويا. لا حبيبتي هو مش اخوك، انتوا مش راضيين على بعض. ما بلاش ملوعه بقى يا سهير. ايه رايك في ابني يا بت؟ وقبل ما ترد قال جابر: سيبني معاها يا بابا نقعد شويه في البلكونه وهجيبها لك بتزغرق. سيب لي انا بقى الطلعه دي يا حاج. راحوا سوا وقعدوا في البلكونه. انت بتتكلم جد؟ جواز ايه اللي عمي بيتكلم فيه جوه ده انت مش بتطقني. هو مش هطيق ليه يا ستي؟ هو انت مرات ابويا؟ وبعدين يعني انا كنت بنكشك، يعني مش حوار. يعني هما مش بيقولوا النكش نص المحبه؟ النكش بالنسبه لي المحبه كلها. ها يعني ايه؟ يعني انا هتجوزك عشان بحبك. ها قلت ايه يا سوسو؟ اصل انت يعني فاجئتني زغرات ياما، زغرات يا حاج، زغرات يا غدا، زغرات يا جدعان، العروسه وافقت. لحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصه جديده ولوصل بينا لاخر الحلقه. يا مش شكل القناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.